السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو النهاردة عن موضوع الشات سي سي بي والكورس الجديد اللي احنا بنعمله في موضوعات الشهادة إن شاء الله عشان نأهل الناس للحصول على الشهادة الدولية والامتحان الدولي. في شوية أسئلة كده هي تعتبر frequent questions، أسئلة متكررة عن الموضوع وإجاباتها بقى ضرورية جدا لأي حد شاف الاعلان او بيعدي عليه الاعلانات بتاعت سي سي بي. هو ليه سي سي بي تحديدا؟ مبدئيا كده سي سي بي هي سيرتيفايد كوست بروفيشنال، شهاده معتمد او محترف اداره تكاليف. هي شهاده بتصدر عن الاي اي سي اي اللي هي جمعيه مهندسين اداره التكاليف الامريكيه. شهاده مهمه جدا لعدد من الاسباب. اول سبب هو ان الشهاده واخده زخم كبير جدا في الاسواق العربيه والاسواق اللي هي بتعتمد النظام الامريكي شويه في العمل. طبعا احنا عندنا نظام امريكي ونظام بريطاني. الاسواق اللي بتعتمد ان الكنترول هو جزء بلان جزء كوست، فالموضوع متداول اكتر في الاسواق دي، او اللي بتعتمد اداره الكنترول يعني نص بلاننج ونص كوست. الموضوع الشهاده دي بتبقى مهمه للناس شغالين في الموضوع لان هي بتربط مواضيع الكنترول كلها ببعضها. الشهاده اخذت الزخم الكبير الخاص بيها من قوه الموضوعات وتنوع الموضوعات اللي بتتناولها المصادر او المراجع الخاصه بالشهاده. المرجع الاساسي للشهاده هو كتاب اسمه سكيلز اند نوليدج فور كوست انجينيرز، وده عباره عن كتاب حوالي 450 صفحه. الكتاب فيه موضوعات متنوعه، متكون من 6 فصول او 6 سيكشنز. السيكشنز دي متقسمه ل 34 شابتر. السيكشنز دي متقسمه زي ما قلنا كده 6 سكاشن. السيكشن الاول بيتكلم فيه عن الكوست اليمنتس، مفاهيم اساسيه عن التكاليف. الثاني سيكشن 2 بيتكلم عن الكوست استيميشن، والميزه بقى هنا ان هو بيدخلك شويه في الكوست استيميشن في اكتر من صناعه. كونستراكشن اندستري، في المانيفاكتشرنج سواء بقى المانيفاكتشرنج اللي هو الكونتينوس او الديسكيرتنج. يعني في تنوع كبير في حته الكوست استيميشن في اكتر من شكل او في اكتر من صناعه. بعد كده سيكشن 3 بيكلمك عن البلاننج والسكيدجولينج. سيكشن 4 بيتكلمك بقى عن الايرن فاليو والبرفورمانس ميجرمنت. برضو بيبدا بقى يربط الدنيا ببعضها. السيكشن 5 البروجكت مانجمنت. سيكشن 6 بيكلمك شويه عن الفاينانشال وعلاقه الفاينانس بالكوست انجينيرنج. موضوعات كلها مهمه جدا وغنيه جدا جدا بمعلومات كتير لكل الناس اللي شغالين في الكونستراكشن بشكل عام، بالاخص طبعا الكوست مانجرز او الكوست انجينيرز. بسبب التنوع الكبير في الموضوعات دي، بسبب الاساس العلمي القوي جدا للسكيلز اند نوليدج، نشأت او نشأ الزخم اللي كان محيط بالشهاده في وقت من الاوقات ولسه مستمر لحد النهارده. يمكن الموضوع كان صعب شويه على الناس في البدايه، لان الناس كان مطلوب منهم يقدموا تكنيكال بيبر او ورقه بحثيه في موضوع له علاقه بموضوعات الشهاده. دلوقتي الموضوع ده قل شويه، او خوف الناس من ان هي تقدم تكنيكال بيبر قل شويه، لان التكنيكال بيبر استبدلت بحاجه بتتعمل جوه الامتحان. فالموضوع بقى اسهل على الناس وبقى فيه حافز اكبر الناس ان هي تقدم على الشهاده وان هي تذاكر. الموضوع بقى ابسط، بقى فيه محتوى عربي اكتر من زمان، فالموضوع بقى جذاب الناس تبدا ان هي تركز على الموضوع.